معنا الآن من دمشق علي قاسم رئيس تحرير صحيفة الثورة السورية. أستاذ علي، كيف تفسر استمرار المظاهرات بعد الإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة؟ أولا من يستمع إلى تقرير الجزيرة هذا وتقاريرها السابقة وخاصة التقرير الصباحي الذي أعيد أكثر من مرة يعتقد أن الأمر في غاية السوء، والحالة التي وصلت إليها الأمور تصور بطريقة مبالغ فيها إلى حد أن الكثيرين يتساءلون أين هذه تجري؟ أين هذه الأحداث؟ حتى من تتحدثون عنهم أين هذه الأحداث؟ طيب. يا سيدتي، الأمر ليس بهذا المنطق ولا بهذا الأسلوب ولا بهذه الطريقة، وأنتم المهنيين والذين فتحتم سقفا جديدا للإعلام وكنتم روادا في هذه المسألة. هناك خيبة أمل حقيقية لدى الشارع السوري مما تفعله الجزيرة. يعني أنا آسف أن أتكلم بهذه اللغة وبهذه اللهجة، ولكن هذه هي الحقيقة. ولكن يعني في المقابل تصف أستاذ علي، تصف الجزيرة بالمهنية والحرص على نقل الصورة كاملة. ولكن سامحني أستاذ علي، سامحني فقط بهدوء. يعني المشكلة هي أننا لا نستطيع أن نمارس عملنا بالمهنية التي تتحدث عنها والتي كنت تشيد بها في مواقع أخرى بسبب منعنا من النزول للشارع، بسبب منع مراسلين من الخروج والتصوير. فلذلك يعني هذا الكلام مردود على الحكومة السورية. أولا لم يمنع بهذه الطريقة وليس بهذا الأسلوب. كان هناك يشبه التحذير أو نوعا من النصيحة للإعلاميين، لأن من يقوم ببعض أعمال التخريب كان يستهدفهم. هذه هي المسألة يا سيدتي، وليست قضية يعني أنتم حريصون في سوريا على الصحفيين أكثر مما أنتم حريصون على الشعب. يعني إذا كان الشعب الآن ما ينقل على شاشة على العموم، ولكن نعم أفهمك. مراسليكم خذوها كما هي، والأمر أعتقد أنه ينجلي فورا. طيب، النقطة الأخرى تفضل. التي دائما وأبدا يعني نتفاجأ بها، وهناك ما يشبه يعني حالة من أقول لك أنتم كمؤسسة صحفية عادة تلجؤون إلى الصدى أو ردة الفعل لتقرأوا ما هو تأثير أو ما هو موقف الناس، موقف المتلقين من الرسالة التي تقدمونها. انزل إلى الشارع السوري واسألوا ما رأيهم في الجزيرة وما تقدمه. سيدي، كأنك تحول الموضوع إلى قضية الجزيرة. الجزيرة هي فقط مؤسسة إعلامية وأنت رئيس تحرير صحيفة وتفهم هذا الكلام. لا نريد أن نضيع الوقت هذا الثمين، وقت المشاهد في الكلام عن الجزيرة. نريد أن نتكلم عن صلب الموضوع. الشارع ينتفض والشارع مستمر في التظاهر. يعني لأقول لك شيئا، هناك كثير من الهواتف التي تأتي من خارج سوريا وتسأل هل ما يجري على الجزيرة هل هو الحقيقة؟ سيدي، تعود لموضوع الجزيرة يا سيدي الكريم. أستاذ علي قاسم حتى لا نضيع الوقت. أستاذ علي قاسم، لنستفيد من الوقت. هذه مقابلة مهمة وأكيد أن كثيرين يتابعونها. نريد أن نفهم منك أستاذ علي قاسم يعني ما يجري على الأرض الآن بعد الإعلان عن الإجراءات الإصلاحية، بمعنى أن الشارع يطلب أكثر مما قدم، وأن السقف التوقعات بسبب التصعيد وبسبب العنف والقمع الذي مورس في الشارع ربما استفز بدرجة. دعيني أتحفظ على مصطلحاتك ومفرداتك التي تستخدمها. نعم تفضل. يعني أول شيء هذا الحديث عن العنف والقمع وهذه الأسلوب، أولا هناك مجموعة من الشواهد الدالة والقاطعة على أن تمت هناك اعتصامات وتظاهرات لم يمسسها أحد، لم يقترب منها أحد، بل أمنت لها الحماية. لكن في لحظة ما وأنتم في أحد تنقلون مباشرة من شاهد عيان يقول لكم أن 4 تم قتلهم، وهؤلاء ال4 كانوا من رجال أمن. لم تذكروا أنهم من رجال أمن، هم الذين بعض الذين تواجدوا داخل هذه التظاهرة أطلقوا النار على رجال الأمن. يا سيدتي، الأمر باختصار شديد، هناك مجموعة من المطالب تم التعامل معها بوضوح وهدوء، وجميع الفعاليات التي التقت القيادات السياسية في سوريا وعلى رأسهم السيد الرئيس خرجوا من هذه اللقاءات وهم في غاية الامتنان، وتصريحاتهم واضحة، وجميع مطالبهم تم التعامل معها بمنتهى الجدية. طيب تقول وهذا دليل على أن ليس المسألة مسألة إصلاحات فقط، وإنما هناك قضية موضوع لها نسق آخر مختلف من المطالب
يتم التعامل معها، كلما حقق طلب يطلبون ما هو أكبر. على العموم أشكرك أستاذ علي قاسم، وفقط أؤكد على أننا حريصين تماما على الاستماع لكل الأطراف، ونشكرك على مشاركتك معنا.